السلام عليكم، ايه الاخبار؟ عامل ايه؟ يا رب تكون بخير دايما يا جدع. والله وحشني. بص، انا ممكن اكون لسه عامل فيديو قبل ده على طول اصلا، بغض النظر هو ينزل امتى مش عارف لسه، وممكن اكون لسه منزل فيديو قريب. بس انت وحشني. ليه بقول لك وحشني؟ عشان نوع الفيديوهات ده انا مش بعمله كتير. نوع الفيديوهات اللي هو عامل ازاي، اللي هو ارتجال، اللي هو يلا انا بفتح الكاميرا وبنتكلم كاننا قاعدين مع بعض على القهوه. النوع ده مقرب جدا الى قلبي عشان انا بحب اتكلم براحتي. اكيد لو انت مش اول مره تشوفني يعني على اليوتيوب فاكيد عارف ان انا رغاي، وفي الرغي ده بحب اتكلم براحتي بقى، ولا محضر بقى ولا كاتب سكريبت ولا الكلام ده خالص. بس مش معنى ان انا مش كاتب سكريبت ومش محضر ان انا مش عارف اكلمك عن ايه. لا، ما انا مش هضيع لك وقتك برضه، انا عارف احنا هنتكلم عن ايه. انا يا سيدي لو انت حد عارفني يعني او مش عارفني، حتى لو انت متابعني على الانستجرام، بالمناسبه لو مش متابعني على الانستجرام تقدر تلاقي اللينك بتاع الانستجرام في صندوق الوصف او في الديسكربشن تحت. يا ريت يعني تروح تعمل لي فولو، ويا ريت كمان تشترك في القناه لو انت لسه ما اشتركتش يعني. بس المهم، لو انت عارفني او متابعني على الانستجرام هتبقى عارف ان انا بقالي تقريبا 4 أو 5 شهور في الامارات. ما بقتش في مصر خلاص، انا سافرت الامارات من فتره. خدت قرار كده يعني ان انا اروح اشوف شغل هناك، والحمد لله لقيت شغل والدنيا تمام. فبعد الاربع 5 شهور دول انا حابب اجي ادردش معاك شويه في تجربتي، التجربه اللي لسه يمكن عليها شويه علشان اقدر اقول فيها كلام كتير قوي. بس انا قلت اخد هنا كده خط ونتكلم في اللي فات، نشوف ايه اللي حصل كده من الايام اللي فاتت، او انا شفت ايه الايام اللي فاتت، او ايه الاختلاف في التجربه اللي انا عايز احكيه لك. بما ان انا عارف ان دي تجربه ناس كتير حابه تاخدها بالذات الفتره دي، فقلت اشاركك يعني. المهم من غير مقدمات كتير خلينا ندخل في الموضوع. انا زي ما قلت لك انا مش محضر ومش كاتب حاجه، فكل ما هتيجي في دماغي كده نقطه هكلمك عليها. مختصر سريع بس عني عشان تبقى عارف انا مين، ظروفي عامله ازاي كده. انا مهندس مدني اصلا، اتخرجت من هندسه القاهره 2021. بحب الماركتنج جدا من وانا في الكليه، وبشتغل فيه فريلانس، واشتغلت فيه بعد الكليه، وجيت هنا اشتغل برضه في الماركتنج. انا اخويا عايش هنا من فتره كبيره. قبل ما اعدي بالتجربه دي خفت جدا جدا من تجربه ان انا اعيش لوحدي. انا اصلا في مصر كنت عايش مع اهلي، مع والدي ووالدتي، عايش معاهم في بيتنا عادي. وانا عارفني يعني انا اصلا شخصيه عاطفيه شويتين ثلاثه، انا بحبهم جدا ومرتبط بيهم جدا. ومن اكبر التحديات بالنسبه لي في حته السفر دي ان انا ابعد عنهم. ده بالنسبه لي كان حاجه صعبه قوي 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 قوي، وما زال حاجه صعبه جدا. ومش نافع بالنسبه لي فكره ان انا اتقبل ان انا ده انا هشوفهم كل كام شهر مره بقى، او يلا حياتنا بقى تبقى ايه، تليفونات وفيديو كولز والحاجات دي. مش واكله معايا، مش هينفع. المهم ان فكره ان انا اتنقل من الحياه دي لحياه لوحدي خالص، اعيش لوحدي خالص، دي كانت فكره بالنسبه لي مخيفه. مش بس عشان انا هبعد عن اهلي، ده طبعا كان اكبر سبب، بس برضو من اكبر الاسباب ان انا خايف من فكره ان انا اقعد لوحدي خالص. دي حاجه مش مريحه، حاجه انا مش قادر اتخيل ان انا يعني هاخد عليها او هتعود. عشان زي ما قلت لك انا شخص عاطفي وبحب الناس، بحب ابقى جنب الناس، حوالين الناس. مش فكره ان انا قاعد لوحدي، دي حاجه فكره كئيبه. انا كنت شايف كده، بس كان كل الناس القريبه مني بالذات اخويا كمان كان بيقول لي ان لا، دي حاجه حلوه جدا، ده انت هتعمل اللي انت عايزه في اي حته انت عايزها في اي وقت. كان شايف ان دي حاجه فعلا جميله يعني. وحتى لما جيت اسال على الانستجرام برضو، لو مش متابعني على الانستجرام تقدر تتابعني على الانستجرام، سالت اصدقائي على الانستجرام او سالت الناس على الستوري بتاعت الانستجرام ايه رايكم في فكره ان الواحد يقعد لوحده. كان في ناس كتير قوي حابه الموضوع، فواضح ان انا من ضمن الناس القليله اللي كانت شايفه ان القعده لوحدك دي حاجه مش حلوه. طب لما بقى عديت بالتجربه فعلا وقعدت لوحدي، انا جاي اقول لك ان هي حاجه حلوه، هي مش حاجه وحشه ولا حاجه. يعني انا بقى عندي مشكله واحده، فكره ان انا بعيد عن اهلي، دي حاجه مؤلمه جدا. بس فكره ان انا اقعد لوحدي دي بجد حاجه جميله، مش حاجه وحشه. بس خلاص الكلام هيقف هنا؟ لا مش هيقف هنا، لازم يبقى في بلوت تويست على راي الدحيح. بص يا معلم، القعده لوحدك فعلا حلو. يعني انت لو متخيل ان القعده لوحدك حلوه فهي حلوه، بس هي برضه تخوف في شويه حاجات. او بلاش نقول الحاجات اللي بتخوف، تعال نقول ايجابياتها، الحاجات الحلوه اللي في الموضوع، وبعدين سلبياتها، الحاجات السيئه، وبعدين الحاجات اللي بتخوف. ايه ده، هو في فرق بين الحاجات السيئه والحاجات اللي بتخوف؟ في فرق، هتعرف دلوقتي. بص يا سيدي، ايجابياتها ان انت لوحدك. ايجابياتها ان انا دلوقتي قاعد في وسط البيت بعلو صوتي، ظابط كل الاضاءات وكل حاجه على مزاجي. اللي هو في العادي انا عمري ما هقعد في بيتنا في مصر في الصاله اعمل الكلام ده، كنت بقعد في الاوضه اللي هي مساحتها محدوده الى حد ما كويسه، كانت حلوه بس كانت عليها شكل تاني. فانا قاعد في البيت وبتكلم بعلو صوتي عادي، وبعمل اللي انا عايزه، بعمل اللي انا عايزه في الوقت اللي انا عايزه. دي حاجه ممتعه جدا. فكره ان انت تنام وقت ما تنام، وتصحى وقت ما تصحى، وتخرج وقت ما تخرج، مش عايز تخرج ما تخرجش، دي حاجه فعلا فعلا جميله. وكانت بتقال لي عليها حاجات جميله قبل ما اجرب التجربه فعلا، وما كنتش متخيل ان هي حلوه. كنت متخيل ان انا بجد هبقى مكتئب
بس ده مش حقيقي. انا لما جربت الموضوع فعلا حاجه حلوه. فده الجانب الكويس اللي في الموضوع. خلاص خلصناه، خلينا بقى نحطه على جنب كده، نخش على الجانب السيء اللي في الموضوع. الجانب السيء ان انت بتعمل كل حاجه لنفسك. يعني برضو انا بحكي لك دلوقتي تجربتي. انا عارف ان تجربتي دي ممكن تبقى بالنسبه لناس كتير مش تجربتهم، ممكن تبقى ناس اصلا عايشه لوحدها او شايله نفسها من بدري في شويه حاجات. بس انا مثلا لما كنت في بيتنا في مصر انا كنت بشتغل بصرف على نفسي، تمام، ما كنتش باخد مصروف من والدي يعني، بس بابا هو اللي كان فاتح البيت. يعني اكل وشرب انت ما بتدفعش فيه حاجه، قاعد في بيتك اللي هو اصلا ملك ابوك ما بتدفعش فيه حاجه. اسوأ حاجه ممكن تحصل لك في حياتك ان انت تسيب الشغل لاي سبب، انت مش هتموت ساعتها عادي، يعني انت قاعد في البيت هتمر بفتره عصيبه شويه وهتفوق منها وتلاقي شغل ان شاء الله وربنا يكرمك. طيب شيل بقى كل الكلام ده وحطني انا قاعد في الامارات لوحدي في بيت طبعا ايجار. اعتقد ان انت تخيلت كل الحاجات السيئه اللي ممكن تبقى في الموضوع، غير بقى الحاجات البسيطه اللي هو فكره ان انت بتعمل الاكل لنفسك، بتغسل كل حاجه لنفسك، كل حاجه بتعملها لوحدك، بتنظف البيت كل ويك اند لازم، بتخش بقى في دوره الهدوم بقى، فكره ان انت تحط القمصان مع بعض وبعدين تحط البنطلونات مع بعض وبعدين تحط اي حاجه مع بعض. دي حاجات بسيطه، هي دي الحاجات اللي يمكن مش لذيذه في الموضوع بس هي مش مؤثره قوي. بس خليني بقى نخش على الحاجات اللي مش لذيذه قوي اللي هي تخوف بقى. ايه بقى الحاجات اللي تخوف؟ حاجتين مهمين جدا. اول حاجه تخوف من الموضوع ان انت فعلا شايل نفسك من الالف للياء. يعني انت بتشتغل علشان تقبض، علشان تدفع ايجارك اول الشهر، عشان تدفع اقساطك اول الشهر، عشان تاكل وتشرب بقيه الشهر. لو ما اشتغلتش لاي سبب من الاسباب مش هتعرف اول الشهر يجيلك فلوس، مش هتعرف تعمل كده، هتبقى يعني هتفتقر. يعني انت بقيت حاسس احساس قوي بفكره الموظف اللي يا دوب شايل نفسه. وارن بافيت تقريبا، يعني لو كان حد تاني وانا غلطت الغلطه دي معلش يعني سامحني، بس هو تقريبا وارن بافيت اللي قال الكلام ده. وارن بافيت كان قال جمله بمعنى ان الناس اللي شغاله من 9 ل 5 الموظفين يعني هم على بعد خطوه واحده من الفقر. الخطوه دي ان انت تسيب شغلك لاي سبب. ده بقى فعلا محسوس بشكل قوي ان انت فعلا، انت حتى لو انت عايش حياه كويسه، حتى لو انت قادر تعيش الحياه اللي انت عايزها، انت لو في لحظه لاي سبب ما بقاش عندك الشغل اللي بيصرف عليك ده، خلاص انت مش هتعرف تعمل اي حاجه، انت هتنام في الشارع حرفيا. فدي كانت اول حاجه تخوف. تاني حاجه تخوف ودي مخوفاني اكتر، عايز اقول لك ان فكره ان انت تقعد لوحدك زي ما هي حاجه جميله، اكيد في اول التجربه او اول التجربه خالص بتبقى حاجه غريبه بالنسبه لك، حاجه انت مش متعود عليها. يعني ما تفتكرش ان هي عشان حاجه جميله انت بتروح كده اللي هو ايه بقى كل بقى يعني نفس انت الله انا قاعد لوحدي. لا هي مش كده، في الاول بتبقى حاجه غريبه شويه، بس مع الوقت بتلاقي الحاجات الحلوه اللي فيها وبتستمتع بيها بعد كده، ومع الوقت بتتعود عليها. وهنا بقى يجي الحدوته اللي تخوف، فكره ان انت تتعود ان انت قاعد لوحدك. ده موضوع بجد يخوف جدا جدا، ان انت بعد كده مش تبقى دي حاجه حلوه انت بتعمل، لا انت مش قادر تقعد مع حد، خلاص انت خلاص ما بقتش قادر ما تعملش كل اللي في دماغك بكل تفاصيله الصغيره. انا والدتي قالت لي حاجه من فتره كده، ان انت لو ما اتجوزتش وانت في الجامعه بعد كده الموضوع هيبقى صعب، او لو ما ارتبطتش يعني وانت في الجامعه بعد كده الموضوع هيبقى صعب. انا ما ارتبطتش وانا في الجامعه، وفعلا بعد كده الموضوع بيصعب مع الوقت، وبالذات مع خطوه زي دي الموضوع مع الوقت بيصعب اكتر ما هو صعب. بقى مجرد فكره ان انت تتعود ان انت قاعد لوحدك خالص دي مخيفه، انت خايف تتعود اكتر من كده. فدي حاجه بجد تخوف، وحاجه بجد لازم تعمل حسابها. انا بس بشاركك كل الكلام ده ليه؟ انا بشاركك كل الكلام ده دلوقتي علشان انا عارف ان فكره السفر بالنسبه لنا في مصر هي حلم ناس كتير قوي، وفكره ان الواحد يستقل ويقعد لوحده ويعيش حياته لوحده وبتاع، دي بجد ناس كتير بتحلم بيها، انا فاهم. انا بس حابب انقل لك التجربه اللي هي تجربه 3-4 شهور مش اكتر، بس حابب انقل لك انا شايفها ازاي وايه اللي بيحصل معايا فيها وعامله ازاي من جوه يعني. وعايز اشارك معاك حاجه تانية كمان خدت بالي منها وبشده من احتكاكي بالناس اللي حواليا هنا والناس اللي معايا في الشغل، ان انت دلوقتي لو انت متخيل بجد، عشان الحته دي انا سمعتها قبل كده كتير في فيديوهات وفي كتب وكنت مصدقها بس ما كنتش حاسسها، او يعني كان الموضوع بالنسبه لي لا غريب شويه. ايه الحاجه دي؟ لما حد يجي يقول لك ان انت لو انت بتقبض مثلا 5000، متخيل ان انت لو قبضت 10000 جنيه الدنيا هتبقى وردي وهتبقى حلوه وهتعرف تحوش وهتعرف تعمل حاجات، بغض النظر ان الرقم ده ما بقاش يعمل حاجه للاسف في الفتره دي. بس لو انت متخيل ان انت لو مرتبك اتضرب في 2 فانت حياتك هتتنقل يعني نقله رهيبه، فانت غلطان. ليه غلطان بقى؟ ببساطه لو انت بتفكر في التحويش، او لو انت بتفكر تشيل حاجه على جنب لمستقبلك يعني، فالتحويش ملوش غير سكه واحده بس
ملهاش تاني، ان انت ايا كان ايه مصدر دخلك، سواء شغل فريلانس او شغل فول تايم كموظف او بيزنس او ايا كان، اما يجيلك الدخل ده تاخد منه حاجه، تاخد منه جزء وتشيله على جنب. تشيله على جنب بقى في حساب بعيد عن ايدك خالص، تشيله على جنب في ذهب، تشيله على جنب مع والدتك، ايا كان. المهم ان انت تشيله بعيد عن ايدك، علشان اعمل حسابك يا معلم ان اللي هيفضل معاك هيتصرف كله، شئت ام ابيت. هتشيل منه شويه في الاخر وبتاع هيتصرف. اللي كنت بسمعه دايما في الكتب وفي الفيديوهات ان انت مهما كان مرتبك بيزيد، كل ما هيزيد انت مش هتحوش منه او تبني حاجه منه، لا انت هتعلي ليفل حياتك منه. دي حاجه ما بنبقاش حاسينها قوي لحد ما فعلا مرتبك يزيد. فعلا لما مرتبك بيزيد بتفكر ساعتها، كل الافكار بتطلع لك في دماغك، كل الافكار، الحاجات اللي انت كان نفسك تجيبها وما جبتهاش عشان ما كانش معاك فلوس، الموبايل اللي انت عايز تجدده، العربيه اللي انت عايز تغيرها، الديكورات المعينه اللي في الشقه اللي انت عايز تجيبها اللي ما جبتهاش عشان مش هندفع فلوس في الكلام ده، هتجيبها ساعتها. هتلاقي نفسك ومن غير ما تحس بتخلص فلوسك كلها اللي هي اصلا لسه زايده دي، وما بقتش مكفياك، وبقيت عايز اكتر. بقيت عايز اكتر عشان تحوش؟ لا، انت بتضحك على نفسك. بقيت عايز اكتر علشان تعلي زي ما انت عليت دلوقتي مستوى حياتك، هتعلي مستوى حياتك تاني. التحويش او ان انت تبني حاجه هي حاجه صح جدا، بس حاجه انت مش بتدوق حلاوتها دلوقتي، انت بتدوق حلاوتها بعدين. احنا مصممين على ان احنا نجري ورا حلاوه دلوقتي حالا. انا معايا دلوقتي فلوس هتحسسني احساس احلى بكتير دلوقتي حالا. صعب قوي ان انا ادوس على نفسي واخد من الاحساس الاحلى ده احوشه وما احسوش، عشان قال ايه بعد كده ابقى احسه. ما هو ده الصح، احنا عارفين ان ده الصح، بس ده مش بيتعمل غير غصب عنك. عشان كده لما تيجي تحوش فعلا لازم تشيل الحاجه اللي انت عايز تحوشها دي من قبل ما تاخد مرتبك اصلا. انت خدت 5 بتاخد 5، هتاخد ال5، لا انت بتاخد 4، ما تاخدش 5، وال1000 دي هتشيلها على جنب، او بتاخد 4500 او ايا كان المبلغ اللي انت عايز تحوشه اللي في مقدرتك تحوشه، شيله على جنب من قبل ما تاخد مرتبك تحطه في جيبك تعمل بيه اي حاجه. بس يا معلم دي كانت دردشه النهارده. انا مبسوط جدا ان انت فضلت تستني معايا لحد كل ده، يعني انا مبسوط ان انت كملت الفيديو لحد دلوقتي. بس لو كملته لحد دلوقتي اعتقد ان هو ممكن يكون عجبك، فيا ريت تعمل له لايك، ويا ريت كمان تشترك في القناه لو انت حابب تشوفني تاني، ولو انت اول مره تشوفني على اليوتيوب. وشكرا جدا فعلا ان انت اتفرجت على الفيديو كل ده، وبس كده. السلام عليكم.